الرحمن الرحيم. اليوم نتحدث على عادة أو غريزة ذميمة آه، ممقوتة، يكرهها المجتمع. يكره تلك الصفة، لكن هي موجودة في مجتمعنا، وهي عادة الحسد. فالحسد موجود منذ القدم في نفس البشرية، لكن هناك من يتغلب على هذه العادة برياضة النفس والتغلب عليها، ومنهم من يطلق العنان لعاداته وغرائزه فيتحول إلى وحش كاسر يقتل كل ما يجد أمامه. يعني ليس يقتل بالقتل المادي، وإنما القتل المعنوي. لذلك في الحسد وجد من وجود الحياة منذ قابيل وهابيل. فقابيل قتل أخوه لظروف معينة، قتله. وسيدنا يوسف عليه السلام حينما جاء إخوته ورموه في البئر حسدا، وكان سيدنا يعقوب أبو سيدنا يوسف عليه السلام حينما ذهب ليكلمه على أنه رأى 11 كوكبا قال لا تقص القصة على أخوتك. لكن نحن حينما نسأل أنفسنا نقول لماذا سيدنا يعقوب قال لابنه يوسف عليه السلام لا تقص القصة على أخوتك؟ لأنه سيدنا يعقوب كانت عنده تجربة مع أخوه عيسو، حينما كان تقبل الله سبحانه وتعالى قربان سيدنا يعقوب، ورفض قربان عيسو فضايقه. لماذا أنت تقبل منك وأنا لم يتقبل مني؟ لماذا أنت أبوك اللي هو كان سيدنا إسحاق يحبك وأنا لا يحبني؟ فضايقه فهرب، خرج من قريته وذهب إلى قرية أخرى عند خاله. لذلك حينما جاء سيدنا يوسف يخبر أبوه سيدنا يعقوب قال له لا تقص القصة، لأنه يعرف الخلفيات الحسد وحينما جاءوا إخوته بدون يوسف قال لهم قالوا اختفى كذا، حاولوا أن يلبسوا الأمر. قال لا، أنتم قتلتموه، أنتم ارتكبتم معه شر الأحداث. وسيدنا الرسول كذلك مع أعمامه لكن اليوم كمان فيه الحسد، لكن الأساليب لم تبقى بنفس الطريقة، تغيرت. فأصبح الحسد في العصر الحديث يرتكز على أشياء أخرى. فحينما يحسدك الآخر يدبر لك المكيدة، لا يأتي إليك ليضربك أو يقتلك أو يقتلك في الطريق، لا، لأنه في قوانين وفي قوانين رادعة والمجتمع يحاسبه. وأجبن من ذلك يبدأ يحوم حولك ليفشل كل ما تريد عمله، يتبعك الخطوة بالخطوة ويفشل جميع مشاريعك. ولذلك قال واحد المثال يقولوه أن لا تخبر عن ذهبك ومذهبك. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حاجتكم بالكتمان، ما تقولوش. لذلك الحسد تغيرت طرقه، فأصبح حينما تحكي قصة لشخص معين ويحسدك ويريد لك الخير يفشل مشاريعك كلها. تجد مشروع ناجح إلى آخره ماشي زي الفل، فإذا به تجد أن كل شيء توقف، لا تدري لماذا. وهذا كله مركب الحسد الحديث كما قلنا. وهذه عادة سيئة وذميمة صاحبها يموت بالقهر. ونحن نعرف أن الحسد والبغض وهذه الأشياء تجعل أمراض تستنزف طاقة الإنسان. ولماذا مذمومة؟ حتى من ناحية الدين يقول لك الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يا سبحان الله، قديش هذه العادة قديش سيئة، قديش ذميمة، قديش حقيرة. لذلك هي ممقوتة من الدين. لذلك في الناس الأذكياء يربون أنفسهم لكي يبقون مرتاحين ويؤمنون
كما يقولوها عندنا بالدارجة الدنيا نصيب، قسمة ونصيب. مش الإنسان والله أصبح إنسان ناجح، الآخر يعني على قده يروح يتآمر عليه وبيتحرش فيه وبيضايقه. فهذه هي العادة. لذلك الإنسان يحاول أن يربي نفسه، هذا هو العلاج الوحيد، يربي نفسه، يحارب العادات اللي فيه. لأنه إذا لم نحارب الغرائز نصبح مثل الحيوان، نصبح حيوان كاسر، حيوان قاتل. لذلك فالتربية النفسية، فالتربية الفكرية هي التي تذهب هذه الأشياء وتنفيها، تحرقها مثل ما يحرق الأسيد الأشياء. تحرقها بماذا؟ بالتربية النفسية نتاعك. كما قال أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، قال تربية النفس ومقاومتها هي عملية حرب بدون سلاح. لأنه صعوبة لكن الترويض دائما تنتزع شوية شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى تقضي على العادات السيئة ونقضوا على الأشياء. لأن النفس كما يقول لك النفس أمارة بالسوء، في نفس أمارة بالسوء، فهذه النفس الأمارة بالسوء هي التي تحذر عند الحسد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.